السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخواتنا حبيبنا في الله، يا رب كنا بخير وسعادة. ما بعد موقعة الأهلي والجيش المملكي المغربي. الصراحة يعني أنا بأسف للأحداث اللي حصلت دي، و... وعايز أقول للجمهور المغربي هي مش بالعافية. يعني أنت عايز تكسب ماتش كورة، العب واكسب، العب واكسب. إنما عايز تكسب بالعافية، هي مش عافية. إحنا شفنا في الماتش ده شغف جماهيري، مش عارف ايه التبرير يعني، بس تقريبا يعني النادي الاهلي ما حد يحب يكسب النادي الاهلي لازم يعمل كده. هو حد مفهمينهم كده. طبعا حضرتك كنت تتذكروا معايا ماتش الاهلي والترجي، لما الاهلي كسب هنا 3-1. هناك عملوا ايه؟ برضه رموا وكسروا وعملوا اتوبيس وعملوا ليله عشان يكسبوا النادي الاهلي. فواضح ان عندهم منهج كده، ان هتكسب النادي الاهلي لازم تعمل معاه كده، ترمي عليه ازاي، ترمي عليه طوب، ترمي عليه اي حاجه. فهي مش بالعافيه. وعمالين نشيد بالكرة المغربية والتطور وفجأة كده يطلع لنا حاجة تبوظ الصورة الجميلة بتاعتكم. يا اخوانا هي مش بالعافية، دي كرة قدم، ولازم ناس تفهم من دي رياضة. أنا مرة هكسب، مرة هخسر، ومرة هتعادل، ومرة هاخد بطولة، ومرة مش هاخد بطولة. هي مش عافية، مش بالعافية برضه. يعني هنقولها تاني، مش بالعافية. تحية للنادي الأهلي، والنادي الأهلي كان المفروض يكسب. يعني هما الصراحة جات لهم كذا كورة في الأول، لو كانوا استغلوها صح كان ممكن الماتش يفتح يعني. بس هو التماسك بتاع اللعيبة والبداية الصدمة، يعني بيسموها الصدمة يعني ايه، الخبطة الأولانية دي الأهلي عداها والحمد لله. وكمل الأهلي بعد كده وسيطر على المباراة. على قد ما استطاع يعني، حاول على المرمى وقدر يوصل في كذا كورة. والكرة الحمد لله اللي جت جون، وفي قبليها كان كرة تانية برضو. يعني النادي الأهلي قدر الحمد لله، وكان يقدر يكسب الماتش ده، ولكن الأجواء غير صحية خالص. الأجواء دي ما تخليش لعيب يلعب وهو مطمن. وتريزيجيه اللي اتضرب ضربة في دماغه ده، اتحدف عليه، معرفش اتحدف عليه ازازة ولا اتحدف عليه كرسي، ولا اتحدف عليه حاجة عورته. وأول مرة نشوف ماتش بيتحدف فيه 3 كور. لما تلاقي فريق وصل مرحلة الانهيار كله بيرمي كور. احنا شفنا ده في ماتشات محلية كتير، اللعيبة بترمي كور خلاص انهارت. النادي الأهلي وصل فريق الجيش للانهيار، لدرجة لعيبة الاحتياط بقى يرموا كور، المدير الفني بقى يرمي كور. 3 كور كانت في الملعب والحكم ما عملش حاجة. عايزين نقول يعني الحمد لله ما فيش حاجة حصلت حد يجراله حاجة. قدر الله ما شاء فعل، والحمد لله، والف مبروك للنادي الاهلي على الاداء، وعلى على الاداء قبل النتيجه والرجوله اللي كانت في الملعب. وان شاء الله القادم افضل، وباذن الله التوفيق للجميع باذن الله. و